جريمة. يعني الجار اللي بنأتمنه على كل حاجة للأسف ما طلعش جار، للأسف طلع إنسان متوحش. يعني جريمة هنا في محافظة المنوفية صعبة جدا جدا، تقشعر لها الأبدان. جارها استغل براءتها واستغل طفولتها وهي كانت بتلعب، للأسف اعتدى عليها. احنا هنتكلم مع والدتها دلوقتي. احنا طبعا بنتكلم مع والدتها بعد ما عدى فترة، علشان خاطر والدتها كانت حالتها صعبة جدا والبنت برضو حالتها صعبة جدا، وحسبي الله ونعم الوكيل. هنتكلم مع الأم وهنشوف ايه اللي حصل بالظبط. ازي حضرتك يا فندم؟ احنا اسفين جدا طبعا، بس احنا يهمنا ان احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل، علشان خاطر برضو الناس تبقى واخده بالها، وعلشان خاطر المجرم ياخد جزاءه. اتفضل. اتكلم؟ احكي لنا. انا جيت كنت في شغلي، انا ست ارمله معايا 3 اولاد، بنتين وولد. كنت في شغلي، جيت من الشغل لقيت بنتي الصغيره بتتوجع وبتتألم ومش قادره تقعد، اللي هي ايه يعني قاعده كده سانده كده على ايديها. في ايه وكده، وكلمت مع البنت ما قالتليش حاجه ورجعت تاني مكانها، نفس العياط شغال. قلت لها تعالي، في ايه اللي حصل؟ قعدت تعيط وزي ما يكون يعني جسمها بيرتعش كده، زي ما يكون هي فيها حاجه بس انا مش عارفه فيها ايه. اتكلمت معاها في ايه مالك؟ قالت لي يا ماما هقول لك بس ما تضربنيش. وهي بتعيط؟ وهي بتعيط. والنبي يا ماما ما تضربيني، انا ماليش دعوه، انا كنت بلعب. قلت لها طب تعالي بقى قولي لي. انا كنت جايب من شغلي وقاعده بقى بجهز لهم. طب انتي لما جيتي من شغلك ما استغربتيش ان هي مش موجوده؟ لا، يعني هي على طول بيلعبوا فوق. يعني انتي سالتي قالوا لك؟ كمان بنتين جيراني تحت مني هنا ساعات بتنزل تقعد معاهم في الشارع. انتي سالتي يعني؟ سالت اختها قالت لي ده نزلت عند ملك اللي تحت. قلت لها طب نادي لاختك. نزلت وطلعت ما جابتهاش، قالت لي ده ماشي تحت. يا دوبك انا لما دخلت حطيت الحاجه اللي في ايديا وطلعت لقيتها داخله من باب الشقه وقاعده. لو انت ما لحقتيش يعني هي تغيب عنك؟ لا يا دوبك يعني يا دوبك على بيتي وداخله وحط حاجتي في المطبخ، لقيتها جايه داخله من باب الشقه وبقى ايه يعني وشها اصفر مرتبكه. قعدت احكي لي يا نصرة في ايه؟ ده انا رجلي متعوره، اصل التعويره بتوجعني، وقاعده بقى اللي هو كده مش قادره تقعد. لا قلت لها تعالي في ايه. المهم انا كنت جبت حاجات من المطبخ وقاعده بقشر بطاطس، سكينه في ايدي طبعا. قلت لها تعالي ايه اللي حصل بالظبط، عشان انا لو انت ما حكيتليش اللي حصل او انت مالك دلوقتي انا هولع السكينه وحرقها. قالت لي يا ماما هقول لك بس ما تضربنيش، وعياط بقى اللي هو رعشه ترتاش وهي بتعيط. احكي لي يا نصرة ما تخافيش عشان انا هضرب لك ايه اللي عورك. ماما قالت لي اصل انا متعوره وشاورت لي كده ايه على جسمها. بقلعها هدومها لقيت الشورت اللي كانت لابساه غرقان دم. في ايه يا نصرة من مين؟ قالت لي هقول لك بس ما تضربنيش، محمد. طبعا ده محمد ابن جيراننا اللي قدام. جيت قعدت مع البنت اتكلمت معاها عمل لك ايه، وصفت لي بالظبط عمل لها ايه وعمل فيها ايه. وقالت لي ده مسك يا ماما السكينه جابها من تحت وقال لي انت لو حكيتي لحد انا هذبحك. طبعا انا رنيت على عمها عرفته ورن على خاله الولد جابه وقال له حاضر احنا هنجيب الواد ونيجي. رنيت على والدته قالت لي ماشي انا بس في عزال بنت اختي وهجيب ايه ابني واجيلك بكره. استنيتها جات لي تاني يوم. الكلام ده كان ايه قبل الصلاه. يعني هي برضو ما اهتمتش بالموضوع ان هي تجيلك؟ ما اهتمتش بس انا حكيت لها بالتفاصيل وبرضو ما فيش اهتمام. ودخلت بنتها شافت بنتي حتى ادتني بدادين وحاجات كده ايه ان انا قاعده جبت ميه سخنه وشربت جات لي تاني يوم ساعه الصلاه. بتقول لي يا ماما ده ابني بيحلف بيقول لي مش انا والله يا ماما. فجيت قلت لها حتى لو مش ابنك انا كده كده هعمل محضر هشتكي، لان انا ازاي ابقى سايبه بنتي في البيت ويحصل فيها كده. انا بقى اعرف من اللي عمل في بنتي كده. خدت بنتي واميها وطلعت المركز. بعتوا حد ورايا من الحته اللي هو يعني جيرانهم بس هو بيعمل قعدات في الحته وكده يعني كبير منطقه مثلا. جاب لي 20,000 جنيه. ده وانت في اسم الشرطه؟ ده وانا في اسم الشرطه ان انا ايه يعني اخدهم وكده. انا رفضت. فالمهم نزل. انا كنت ساعتها قاعده في الاوضه اللي هي قدام المباحث قدام رئيس المباحث. بعتوا لبنتي دخلوها رئيس المباحث.
كان في الاوضه 2 رؤساء مباحث وكل ونائب المأمور والمأمور. خدوا شويه اسئله من بنتي وكلموا بنتي، وبعدها دخلوني عشان يسالوني مين ده وايه علاقتكم بيها وكده. خدوا اقوالي برضه وجيت طلعت، انهم يزنوا عليا ان انا انزل واخد فلوس، ما نزلتش. عملت المحضر، وعلى ما جيت هنا قالوا ده 100,000 ومش 100,000. وطب هتاخد الشقه اللي هم كانوا قاعدين فيها، هم سايبينها اصلا من ساعه الحوار ده. يعني وقت الحوار ده من تاني يوم سابوها، واهل الولد سايبين الشقه، لكن الواد من يوميها وهو مش ساب الشقه ومشي. انت كنت بتامنيه يعني؟ انت مثلا قاعده معاه وبتامنيه على كل حاجه؟ ايوه جيران، انه جاركوا يعني. ايوه، ووالدته كانت على طول عندنا. وعنده كام سنه؟ 17 سنه. سلوكه كان ايه؟ لا سلوكه ما كانش محترم وقليل ادب ولسانه طويل. بس ما توقعتوش حاجه زي كده؟ ايوه لا دي ما توقعتهاش. بنتك اشتكت لك منه قبل كده؟ لا كذا مره جاب مشكله، سرقه تليفون، مشكله مع حد، سهروا بره ووالده يطلع يدور عليه، وانا من الناس اللي كنت بنزل ادور لها عليه في الشارع. تعتبريه زي ابنك؟ أيوة الكبير اخوك؟ زي ابني او اخويا او كده. كان دايما يكسر حاجات في الشقه، وكسر باب الشقه ده كذا مره. واوريكي باب الشقه كان كسر اللوحه اللي في النص دي. ده باب شقتهم هم؟ ايوه. من كتر رزعوا فيه من جوه هم قافلين عليه عشان ما يخرجش. وشتيمه في اخواته البنات، وشتيمه في والدته، وسرقه منهم الفلوس، وقله ادب. ان هي كانت اصلا بتحكي لي على كل حاجه. بس ما توقعتيش حاجه زي كده؟ لا ما توقعتش ان هو يعمل كده. طب توقعتي رد فعل الام؟ كنت بسيب عيالي في البيت، كنت دايما اتصل بيها، بصي لي على العيال، شوفي كده العيال في البيت، شوفي العيال راحوا الدرس، شوفي العيال. كنت معتبراها زي اختك يعني؟ زي والدتي. زي والدتي. يعني هي كبيره عني بكتير، انا كنت معتبراها زي والدتي، انا من دور عيالي. توقعتي منها رد الفعل اللي هو البسيط العادي ده؟ اللي هو العادي خالص، ومش ابني. اللي هو ايوه بتحلف ان مش ابنها، حتى بتقول لي ده ابني بيحلف ان مش هو. قلت لها هاتي يبقى قدام البيت، وبنتي تقول هو او مش هو. والبنت هتقول اسمه على اساس ايه اصلا؟ لان البنت صغيره وهتعرفوا ازاي؟ اسمه وقالت الواقعه بالكامل. يعني هي اللي كانت فوق السطح، اسمه واسم عيلته، قالت محمد كذا، وكانت فوق السطح وحصل كذا وكذا وكذا، وانت لقيتي دم على شورت بنتي يعني. بنتي وحتى انا وديته المباحث، والتقرير الشرعي طلع ان هي اعتدى عليه. ايوه، وانا عرضت على الطب الشرعي والدكتور كشف عليها وطلع في صالحنا احنا. يعني هي فعلا معتدى عليها. هي انت كنت بتأمني والدته على عيالي، انما مش هو. لا يعني هو كان لا وكنت ما ابقى بره كانت تخش تبص على عيالي. اللي هي والدته. ايوه. وكان في امان ما بينك ان انت ماشي مفروض في الشوارع، بس انت ما توقعتش منه حاجه زي كده. لا انت توقعت ان هو زي اخوكي زي ابنك، يدافع عنكم في حاجه. انت غلبانه، جوزك متوفي. ايوه جوزك متوفي وقاعده لوحدك مع العيال. ايوه قاعده لوحدي. فانت معتبراهم ان هم جيرانك كويسين معاكي وخلاص. ايوه. لا انا بقى لي هنا انا جايه عليهم. وبعدين هم اصلا جيراننا قدام. يعني حته قديمه كمان. احنا كنا ساكنين في بيتهم هم الاول. كان بيتهم. انا ووالدي ووالدتي وكده كانت على طول داخله طالعه علينا. هي والده الولد. فانا ما جاش في دماغي ان هو يعمل الحركه دي. قبل كده كان بيكذب على سيدي في المشوار ده. كان يلاقيه تحت في الشارع مثلا يضربه، لكن انا اخد ان هو يضربهم، يمد ايده عليهم، يعتبرهم زي اخواته. ايوه، لكن يعمل الحركه دي لا، ما توقعتهاش ابدا. حتى لدرجه ان بنتي وهي بتقول لي انا مسكت السكينه قلت لها لو بتكذبي هذبحك، قولي لي مين عشان اعرف اجيب لك حقك منه. شعورك كان ايه وقتها بقى؟ الحمد لله يعني انا كنت في ذهول. لكل مش عارفه اصلا ساعتها اعمل ايه. لكل المشاهدين، انا رحت اشتكيت تاني يوم. لكل المشاهدين، دي ام بتجري على اكل عيشها، بتخدم في البيوت، سايبه اولادها وتعبانه فيهم، وجوزها متوفي، وحالتها ما يعلم بها الا ربنا. فمقدره ان هي سايبه العيال مع جارتهم اللي هي الكويسه، الناس الكويسين. هو الولد ده كان مثلا بيصدر منه مثلا موقف او حاجه، بس هي ما توقعتش منه حاجه زي كده. يعني انت قلتي من الصدمه ما بقيتيش عارفه تعملي ايه، لدرجه ان انت يعني المحضر تاني يوم بقى لما. ايوه. طب بنتك بقى يعني بنتك بقى كانت بتنام طبيعي ولا كانت بتتوجع؟ لا كانت بتتوجع، وقعدت شويه كده دايخه بيها، اكشف علاج، لا علاج، مسكنات عشان تنام. ليه؟ لان هي كانت بتنام على بطنها، كتر الالم كانت بتنام على بطنها، وحاطه ايديها الاثنين على ظهرها. عرضتي على النيابه بقى؟ ايوه عرضت على النيابه
والطب الشرعي والطب الشرعي والطفل لما انت قلتي النيابه عندنا جولك النيابه واتكلموا معايا واتكلموا مع البنت. بنتك نفسيتها فضلت تعبانه؟ ايوه. بعت لهم في الاسم بقى لاهله ولا حاجه يعني؟ اخدوا اقوال الاهل في النيابه في الاسم؟ يعني هم عرضوا عليكي فلوس وكانوا حاطين في دماغهم انك هتقبليها؟ ايوه وكانوا قالوا لك خليكي في الشقه اللي انت قاعده فيها دي ومش عايزينها؟ لا الشقه اللي قصادك اللي قصادك مش عايزينها. الشقه اللي قصادك بيقولوا ان انا اخدها دي ملكهم وعرضوا 100,000. ايوه بتاعتهم. انا ما رضيتش طبعا بالكلام ده كله. انا طالبه ان هو يجي ويتعاقب. انت بتقولي ان في ناس جت قالت لك ان هو سفروه بره؟ ايوه جيت يوم 1/10 لقيت حد من صحابه منزل فيديو على الفيس. حد خدهولي سكرين تسجيل شاشه وبعتهولي عندي على الواتس ان هو مسافر تركيا يعني وتم الكلام اللي هم بيقولوه ده يعني دعايه للشركه اللي هو مسافر من خلالها. بتطالبي بايه؟ انا بطالب ان حق بنتي يرجع. انت بتقولي بقى بينزل بوستات على الفيس؟ ايوه بينزل على التيك توك فيديوهات قبيحه وكلام لو مش عارفه لو قلتولي مش عارفه اعمله فيه يعني بيبين ان هو عمل عملته وخلاص مشي. مش فارق مع حاجه. ما حاولوش ان هي تكلمك مامته يعني بما انك كنت بتعتبريها والدتك كده؟ لا كلمتش معاكي خالص ولا رنت عليا. هم اللي عملوه ان هم عرضوا عليك الفلوس بس من بعيد لبعيد والشقه انا ما كنتش بقعد. والشقه قالوا لك خديها؟ ايوه قالوا لك خدي الشقه مقابل انك تتنازلي عن المحضر. ان انا اتنازل عن المحضر واعمل انكار وقع. انت تنكر الواقع وانت رفضتي؟ لا رفضت. انا عايزه حق بنتي. انا ولا عايزه فلوس هتعمل لي ايه؟ انا كده عيالي هيبقوا ملطشه. اي حد يسيب ليهم وبعد كده يدفعوا. نزلت شغلك بعدها عادي؟ لا والله فضلتي موجوده. خايفه بقى؟ لحد دلوقتي من ساعه اللي حصل ده وانا ما نزلتش الشغل. حسبي الله ونعم الوكيل. خايفه بقى ان انت يعني تسيبي اولادك بعد الواقعة؟ ايوه